السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ ربنا يا رب يحفظكم من الكوارث وشرها ويبعد عنكم كل شيء ضار. ان شاء الله هنعمل مع بعض مفتقة او الحلاوة السوداء زي ما اي بلد بتسميها، بس هي فيها فعلا العسل الاسود، فكل بلد بتسميها ايه زي ما هي عايزة. طبعا في ايديك الحلوه الجميله كده، وهتطلع حاجه حلوه وهتحبيها واحسن من بره، وحاجه ايه نظيفه في البيت. لاول مره بقى يشوف القناه يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونخش نشوف المكونات والطريقه. انا هعمل مقدار 2 كيلو عسل، زي ما انتم شايفيني كده بقول لكم دول 2 كيلو عسل. انت بتروحي للعطار وبتقولوا له اديني حاجه 2 كيلو عسل مفتقه. دي حلبه مطحونه متحوجه، ودي مغات اللي هو الاصفر ده مغات التانية، وحبه البركه مطحونه، انا بحبها كده مطحونه بصراحه. دي بقى كمان اسمها الحبه الخضراء. الحبه الخضراء دي ايه بتدي اللون المخضر كده ايه للمفتقه. وسوداني وسمسم وجوز هند ضوافر، يعني الجوز الهند ده إيه لازم يبقى ضافر عشان يبان كده في المفتقه. وفي حاجه اسمها كتيره. الكتيره دي كتيره الضاني، يعني هي من عند العطار برضو. بيديكي بقى كيس كده صغير اللي انت اهو شايفينه دوت. عامله زي برضو ايه الجوز الهند الضوافر، بس دي حاجه جيلاتينيه، يعني ماده جيلاتينيه بتكتر ايه المفتقه وبتخنها كده. ودي بتخن كمان، يعني طبيعي كده بتخن. فهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننقعهم في ميه سخنه. يعني انت غليتي ميه، جبتي برطمانين ازاز مش بلاستيك، حطيتي هي الحبه الخضراء في برطمان، والحبه الكتيره اللي هي اسمها كتيره الضاني في برطمان تاني ازاز، ونزلنا عليهم بقى بنص كوبايه الميه السخنه. والاتنين يعني اهي الحبه الخضراء والكتيره الضاني، اسمها كده كتيره ضاني. غطيهم بقى بالغطا بتاعهم وتسيبيهم في ايه في مكان كده ايه دافي، او مكان ايه يعني محدش يروح له. الميعاد اللي انت بقى هتنعيهم فيها تاني يوم تعملي بقى ايه المفتقه، تبتدي في المفتقه يعني الصبح، تاني يوم الصبح، بالليل تاني يوم بالليل. جبنا بقى الوok الكبير الاول او طاسه اللي عندك، بس طاسه كبيره كده، ونزلنا عليهم بايه بنص كيلو زيت نظيف عشان ايه تطلع ريحتها حلوه كده المفتقه وجميله، بمقام كوبايه كبيره قوي اللي انت شفتوها دي. هننزل بقى باول حاجه السوداني بقى ليه؟ عشان السوداني يعني ايه ماسك نفسه كده وتقيل، مش هنحط السمسم الاول، لان لو حطيت السمسم الاول خلاص هيتحرق. قلبتيه كده دقيقتين 3، يديكي بس اللون الذهبي الجميل دوت. تروحي نازله بقى عليه بالجوز الهند الضوافر. السوداني والجوز الهند ده والسمسم ده تبع راحتك انتي، بس انا عملت كوبايه كوبايه كوبايه، وانا ايه بحب السمسم الابيض بصراحه، فالمتنقي طبعا ونضيف. نزلت بقى خلاص يبقى اخر حاجه اهو السمسم، بعد ما السوداني ادانا اللون الذهبي ما تغمقهوش عشان ما يمررش منك. قلبتيهم بقى كلهم مع بعض كده دقيقتين 3 في كوبايه الزيت الكبيره اللي هو نص كيلو النظيف عشان ايه بقول لك تطلع ريحه المفتقه كده جميله وحلوه كده ايه، يبقى ليكي نفس وانت بتاكليها. يا دوبك بس اهو هنقلبهم برضو تقلبتين 3 كده، ما فيش خدوش معايا ايه 3 دقايق كلهم على بعضهم، عشان كلها حاجات ضعيفه وعلى طول ايه بتتحمص. خلاص كده اهو زي ما شفتهم كده. هنجيب بقى الحله اللي احنا هنعمل فيها ايه بقى المفتقه. احنا هنعمل 2 كيلو، فلازم الحله اللي انا اجيبها تكون قد المقدار مرتين، عشان العسل لما بتيجي تحطيه على الحاجه دي بيفور. هنصفي بقى فيها ايه الزيت اللي احنا حمصنا فيه السوداني والسمسم والجوز الهند. خلاص حطينا بقى الحاجات اللي اتحمصت كده كلها في فوله وركناها على جنب. الزيت بقى اللي حطيناه في الحله دي برضو ولعنا العيل بتاعه البوتاجاز برضو عليه، علشان ايه عشان يسخن تاني لانه يبرد طبعا طبيعي. ولما تيجي تصفي الحاجات دي بمصفى سلك مش بمصفى بلاستيك. نزلت بقى انا بايه بقى، خدت المقدار اللي هو انا هعمل بيه 2 كيلو عسل. خدت بقى كوبايه الحلبه المطحونه الكبيره المتحوجه اللي هو الدهان العطار، عشان ساعات العطار بيديكي حاجات زياده وانت مستغنيه عنها، بس ايه هتاخدي المقادير بتاعتك اللي انت هتحتاجيها في ايه في 2 كيلو عسل، في 3 كيلو، في الاربعه اللي انت عايزاه. فدي مقادير 2 كيلو بس ايه عسل، لان هو اداني طبعا بكميات كبيره. وحطيت كمان عليهم معلقتين مغات، ده بقى بيديها طعم جميل جدا وبيزيد من حلاوتها والريحه، وحاجه بقى برضو بتدفي في الشتاء برضو ايه وبتتخن. وبتاكليها بقى كده ايه حاجه بنفس. هنفضل بقى وراهم كده لحد ما يتحمصوا يغيروا لونهم، لحد ما يديك اللون اللي ايه الذهبي بقى الغامق شويه، مش الذهبي الفاتح، لا الغامق شويه، عشان ايه المغات ما يمطش معاكي. بتقلبيهم برضو كده دقيقتين 3.
اهو مع بعض كده، وايدك فيها ما تسيبهاش، علشان البتاع ده المفتاء الحاجات ديت ما تحمرش من حته ومن حته، لا. يعني لازم يبقى السوا بتاعها كلها واحد. ولم بقى اللي في الجوانب برضو، عشان ما يبقاش ريحتها شايطه. نزلت بقى كمان عليهم تاني، باتنين معلقه حبه البركه المطحونه. انا بحب حبه البركه المطحونه بصراحه، ما بجيبهاش اللي هي المعجونه ديت، لان بيبقى حاطين فيها زيت برافين، ما بحبهوش. فالحلبه بتاع حبه البركه المطحونه دي جميله جدا، وبتديك ريحه حلوه قوي. ما تحمصهاش برضو في الاول عشان هتمرر منك، لكن بتتحمص مع المغات ومع التحويجه، مع الحلبة المطحونة المتحوجة من عند العطار. متحوجة، هو حاطط فيها بقى بتاع ديت حبهان، وحاطط مستكة، وحاطط اليانسون والشمر والكراوية. هو بقى محوجة براحته، بكل حاجة بنسب عنده. خلاص على كده اهو قلبناهم مع بعض دقيقتين 3، لان كل التحمير ده مش هياخد معاك 10 دقايق بالكتير، يعني كل اللي انت هتحطيه كله على بعضه ده 10 دقايق بالظبط. ونزلنا بقى بعد كده عليهم بقى اخر حاجه اللي كانت، اللي هي حبه البركه. خلاص بعد كده بقى هنحط دلوقتي العسل. العسل بقى وانت بتحطيه هدي النار على الاخر، ربنا يحفظكم يا رب ويصونكم. وانت بتحطي بقى العسل، وطي خالص خالص البوتاجاز على الاخر، لان وانت هتحطيه هتلاقي فار، ويعني الله اكبر، هيغرق الدنيا. فالنار تبقى هاديه جدا جدا. انزلي بقى بالاتنين كيلو عسل. العسل الاسود ده بصي مربى نازل معاكي، بصي شكله جميل ازاي، تقيل مش ميه كده ولا مغشوش. يعني جيبيه من واحد يكون واثقه فيه، وما يكونش برضو كان يعني طعمه مغير، او كان مسكر او حاجه زي كده، يعني كان مفتفت او حاجه زي كده. تاني برضو ايدك فيها هتقلبي برضو كده هم مع بعض. وهننزل وراهم بالحبة الخضراء اللي احنا نقعناها طبعا قبلها بيوم، هنصفيها، لان خلاص انا مش عايزة البذر بتاعها ده. هي بس بتدي لون للزيت بيخضر والمفتق. وبعد كده قلبي بقى بمعلقة كده اللي هي الكتيرة الضاني دي، وهي في البرطمان، وانزلي برضو بيها. علي بقى البوتاجاز سنة كده برضو، مش قوي يعني، خلي البوتاجاز وسط، عشان زي ما انا قلت لكم كده دي لسعتها يعني الله اكبر، الله المستعان، يعني فحاجه صعبه. تني ايدك فيها برضو كده عشان ما تلزقش في الارض، ولم برضو من الجوانب، عشان الجوانب دي بقى بتبقى لازقه فيها الحاجه، ولما تيجي بقى في الاخر عشان تخلصيها وتغرفيها بتلاقي مررت معاكي شويه. فزي ما قلت لكم برضو هي حبه البركه برضو ما بتتحمرش الاول عشان بتمرر المفتقه. خلاص على كده حطينا بقى هو الكتيرة وحبة والبتاع ديت والحبة الخضراء، وايدك برضو فيها هتلاقيها بتغلي معاكي. دي هتاخد من ساعة انت ما حطيتي الحاجات دي 10 دقايق بالظبط، يعني من ساعة ما حطينا كده الكتيرة والحبة الخضراء هتاخد معاك 10 دقايق. شفتي بصي بتغلي ازاي؟ عشان كده انا مهدية النار، يعني تقدري تهدي النار كويس قوي قوي كده، ما تخليهاش تعلى معاكي، عشان في لحظة بتلاقيها فارت. ايدك بقى التقليب مع ناحية واحدة، يعني ما ترجعيش تاني عشان تلف معاكي. هتاخد معاكي 10 دقايق من ساعة ما حطينا الكتيرة والبتاع دي والحبة الخضراء، المية بتاعت الحبة الخضراء. اخر حاجة بقى هننزل بنص معلقة ملح ليمون. الملح الليمون ده بقى بيربطها، ما بيخليهاش تسكر منك، يعني تفتفت كده في ارضية البرطمان او ارضية الحاجة اللي انت تاخديها. شفتوا بقى؟ بصوا العسل بقى مع الحاجات اللي احنا حطيناها، تقولي مربى مربى، والريحه عايزه اقول لك قلب الدنيا قلب الدنيا بطريقه مش معقوله. يعني اللي طالع تحت من البيت شامم الريحه جميل قوي. الحاجه بقى اللي احنا حمصناها دي كده مع بعضها، حطينا نصها في قلب المفتقه وهي على البوتاجاز برضه قبل ما نطفي، وسبناها دقيقتين 3، يعني كلها على بعضها كده خدت نص ساعه. خلاص قلبناها بقى، اللي هي نص الحاجه اللي احنا حمصناها. بصي بقى الشكل جميل ازاي، بتاكلي مربى، يعني بصي شايفه قدامك مربى مش مفتقه. بصي ونازله قدامك انت بتحسي انها خفيفه، لكن لا لا، اما تبرد هتشوفيها بقى عامله ازاي. بردت بقى، يعني مفيش دقيقتين 3، يعني عشان تحطيها في حاجات ازاز، يعني وانت بتعبيها كده حطيها في الازاز مش في البلاستيك، عشان هي لسه برضو بتبقى السخونيه جواها تقيله كده، ولسه سخنه، يعني ما بتبردش بسرعه. النص بقى الباقي بتاع الحاجات اللي احنا برضو حمصناها، بص على الوش بقى، حطيها بقى في بولات ازاز، في برطمانات ازاز، يعني اي حاجه عندك ازاز، ما انصحكيش تحطي في البلاستيك. حاجه بقى جميله،
وممتعة جدا، وبتحسي بقى ان انت واكله كده حاجه بايديك النظيفه كده، مش احسن من بره. اللي بره دي يعني انا ما بثقش فيها بصراحه. حاجه خفيفه كده والعسل مسكر. بصوا بقى الجمال بتاعها. بصي طالعه في المعلقه عامله ازاي، مربى. يعني حاجه خطيره جدا، والريحه جميله، والطعم حكايه يعني مفتقه من الاخر. هتعجبك ان شاء الله بالطريقه بتاعتي دي الجميله. وانت برضو هتقولي لي ايه رايك في الكومنتات. واللي اول مره بقى يشوف القناه، ودي بقى ايه، حاجه بقولك بتتخن وبتدفي في الشتاء وبتخليكي تاكلي، بتفتح النفس. اللي اول مره بقى يشوف القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي، واجمل مفتقه، وتقولوا لي ايه رايكم عجبتكم ولا ايه. وربنا يسترها معانا جميعا ويعدي الايام دي كلها على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.